تعرفت على السيد غير في الشاط هذه، عرض عليا الخدمه وكل شيء، وافقت حيتاش الفتره اللي انا تعرفت فيه عليها كان شويه عندي المشاكل مع الوالد ديالي على ود المتطلبات ديال البنت ديالي. كيف ما كتقول لي بغيت هذه بغيت هذه، كنبدا نغوت عليها، انا ما عنديش، انا ما هذه، انا ما هذه. بدا كيغوت عليا انا قلت ليه صافي، مني غتبقى تغوت عليا او غتدخل في التربيه ديال البنت ديالي، انا غنمشي نخدم على بنتي وانا غنتحمل المسؤوليه ديال بنتي. فصافي جات في داك لوكا ديال انني صافي المشاكل مع موالين الدار وهادي، وبوحديتي هزيت حوايجي، كملت العقد ديالي، مشيت لتماكينه. مني مشيت السيد مني شافني قال لك لا انت ما غتخدمي ما حتى شي حاجه، صافي غادا تزوجي بيا. كيفاش غندير نتزوج بيك بلا والدين بلا والو بلا هادي بلا هادي؟ قال لك لا انت كتعتبري انك تيب، يعني انك سبق لك تزوجتي وطلقتي، يعني عندك الحق تزوجي راسك براسك. وضغط عليا بسميتو مع التهديد وهذه سميتو. وافقت انني نتزوج به. صافي قلت مني غدا لهادي جايه اصلا باش نخدم ونستر بنتي، جا زواج صافي نتزوج ومنها نستر بنتي. كنت متفقه انا مني تزوجت انا وياه صافي، من بعد ما هادي وتزوجت انا وياه على اساس انه في العيد الكبير نجيو لهنايا غنديروا العرس وكل شيء وغنهز بنتي نديها معايا. ساعه من بعد اكتشفت حوايج اخرين، انه من النوع اللي كيجيب العيالات من المغرب كيبيع فيهم وكيشري، من النوع اللي سميتو بعض المرات يقدر يصورهم كاع، يصور داكشي اللي كيدير معاهم وكيعاود يبيعهم. واصلا هذه هي الخدمه ديالته، من غير الخدمه ديالو طبعا اللي مضرق بها، اللي هي تاجر كيبيع وكيشري في الطوموبيلات. من بعد سميتو مني كيبدا يطلب من هذه كيجيبهم اصلا، كيبدا يصور فيهم كيبيعهم. وفين ما كتهضري معاه قال الله قال الرسول. بعدا في جينا في القران ولا جينا في الشريعه الدينيه غادي يسكتك، ما غاديش تزيد تكلمي معاه كلمه اخرى. الشكل ديالو كمان مطوع على قولتهم هما يدقن وهادي، ما عندكش اصلا كديري كتشديهم. والقبيله اللي كينتمي لها هو في السعوديه معروفين العتبان انهم شادين النص ديال السعوديه، من الناس اللي يديهم واصله، من الناس اللي عندهم النفوذ عندهم الفلوس، كلشي كيتحل عندهم. الا ما تحلش بالواسطه كيتحل بالفلوس، وهي غاديه عندهم الحياه بحال ما هكايا. مني انايا بلغت وداروا التحقيقات وداروا كلشي، لقاو عنده التليفون ديالو جاي فيه بزاف ديال الناس من غير البحث الجنائي من دخل في سميتو. لقاو جايه شحال من كفالته، شحال من مغربيه في كفالته، 10 ديال المغربيات على الكفاله ديالو في نفس الشهر اللي انا دخلت فيه. والتصاور ديال بنات شبه عاريات من غير لي فيديو. هذه كانت التهمه ديالو الرئيسيه التجار بالنساء والزنا. اول حاجه بداها عيط لصاحبو حدايا يماني، هو اللي دار لنا العقد ديال الزواج نيت. قال ليه تجي تمتع بلا مية كيف ما انا تمتعت فيها. دابست انا ويا داك اليوم شويه، كان جايب مغربيات قبل مني، قال لي غادي يجيب وحده منهم عاوتاني مع بلا ما نذكر سميتها، قال لي غادي يجيبها وسميتو يسكنها معايا في نفس الشقه وتجلس معايا في نفس الدار. ومني هو يجيب غير غراضو راه غادي يجمعني انا وياها دقه وحده. يعني اشياء كانت ما كتقبلها لا العقل لا حتى شي حاجه.